مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. مبسوطة قوي برد فعلكم على الفيديو اللي فات. كنت ناوية اني اخد وقتي اكتر في الفيديو ده واصور بهدوء وفي وقت مناسب، بس لو استنيت ان انا اكون كاملة وتصوير كويس وكل حاجة وإيديت وصوت، ما اعتقدش اني هصور يعني. فقلت لا، انا عايزة الفيديو يبقى حقيقي، لان الموضوع انا عايزة اسمع ارائكم فيه وانتوا فكرتوا في الجملة دي قبل كده ولا لا. بصراحة وانا صغيرة كنت بحب المسلسلات قوي قوي، فدايما كنت بسمع جملة انا ضيعت عمري عليكم. لما مثلا تبقى مضغوطة من ولادها، او لو الاب مثلا سابهم وهي اللي ربت، فجملة انا ضيعت عمري عليكم كنت دايما وانا صغيرة بشوفها ايه الذل والقهر ده؟ انتي ليه بتعملي كده في ولادك؟ انتي متجوزة وانتي اللي مقررة انك تخلفي، فخلاص ليه عايزة تذليهم ويبانوا ان هم عبء عليكي؟ لان بصراحة في البيت بابا وماما ما كانوش بيحسسوني خالص بكده انا واخواتي، لا، دايما بيسعوا ان هم يوفروا لنا كل حاجة احسن. بشوفهم دايما بيشتغلوا، دايما بنقضي وقت مع بعض كويس، فحاسه ان الدنيا لذيذه يعني. بحس المسلسلات مصعبينها قوي، بس بصراحه ده كان قبل ما اخلف. بصراحه حسيت ان الجمله لا، هي فيها جزء كبير صح، هي مش ذل ولا قهر ان اب وام بيقولوها خالص. يعني انا مثلا من ساعه ما خلفت وانا بقول هو انا الكام سنه اللي عدت دي كانوا فيهم ايه؟ كنت عامله أمانة فيهم ببقى ايه اللي مستغربة حصل؟ يعني احداثهم ايه الوقت اللي عدى، مستغربة جدا، حاسة ان الوقت بيجري بجد. انا بحاول دلوقتي اني بصراحه اعمل حاجه عشان لما الوقت يعدي لا ارجع واقول انا عملت كذا وانا ما ضيعتش الوقت، وانا حاولت اتعلم مهاره، حاولت اقرا كتاب، حاولت اعمل فيديو. حسيت اني مش عايزة لما يعدي وقت كبير بينا او لما الولاد يكبروا اني ما بقاش عاملة حاجة لنفسي. ده مش معنى خالص خالص ان انا بهمل ولادي او ان انا مش حابة بس ولادنا هيقلدونا. يعني هم لو شايفيني انا مش بعمل حاجة، مش بقرا، مش بحاول اتعلم مثلا لغة جديدة، مش بحاول اعمل يعني اتفه حاجة كروشيه والتريكو اللي دايما امهاتنا بتعملها. لو مش شايفيني بعمل كده وانا بنصحهم ان هم لازم حياتهم تبقى مهمة ولازم يجربوا حاجات جديدة، مش هيعملوها. ولادنا بيقلدونا بالظبط بالظبط بالظبط. فاحنا فكرة ان احنا نهمل نفسينا وان احنا حياتنا كلها تبقى لولادنا، انا مش هعمل حاجة لنفسي، انا هعلم ولادي بس، لا، ولادك برضو عايزينك ام سعيدة. زي ما بتهتمي بيهم لازم تهتمي بنفسك. هما ليهم وقتهم وانتي ليكي وقتك. وكمان بحاول لو لقيت مساعدة من أهلي، وقت قادرين يقعدوا فيه مع الولاد وأنا أقعد فيه مع نفسي، حتى أشرب كوباية قهوة بس أشربها من غير ما يبقى عيني في وسط راسي وأقعد أخلي بالي من ده وأنزل ده، وده هيقع، ده هيتخبط، ده عايز ياكل. لا، دماغنا محتاجة ترتاح شوية. زي ما ولادي محتاجين ان انا اقعد معاهم والعب ونهزر ونعمل ميموريز حلوة ونعمل فيديوز على الموبايل مع بعض، هم محتاجين برضو ان انا اكون سعيدة. خلوا بالكم يا جماعة، انتوا لو اتضغطتوا قوي الضغط ده هيطلع على الولاد. احنا بنسمع دلوقتي مشاكل كتير قوي واكتئابات الامهات بتبقى فيها من كتر الضغط. هنقول زمان ما كانش فيه كده، خلاص زمان ما كانش فيه كده، لان دلوقتي الوعي زاد قوي وكمان بصراحة انا بحس ان من كتر ان المرأة بقت سترونج وشغل وتعليم ومهارات،
هي كمان لما بتشوف الحاجات دي هي عايزة تعمل كده، ما هي برضو مضغوطة. هي شايفة ان المجتمع بيشوف ان الست اللي بتشتغل واللي بتتكلم كذا لغة واللي مهتمية بنفسها ولبسها وشكلها والدايت. احنا هنتكلم في الدايت ده في حلقات كتيرة قوي عشان انا ليا قصص معاه. هي شايفة ان ده بيبقى في المجتمع احسن، فهي بتبقى بتتحارب برضو. مش هكدب عليكم، انا كل يوم في حرب في موضوع اني عايزة اهتم بنفسي وعايزة اهتم بشكلي وعايزة اطور من نفسي. كل ده مع الولاد مش هقول مستحيل، بس هو صعب جدا، صعب قوي قوي. يعني انا عشان اصور الفيديو ده انا سجلته ومسحت كذا مرة، حاولت انيمه كذا مرة عشان بس احاول اعمل فويس اوفر. لا، اي حاجة مع الاطفال بجد بتاخد اضعاف الوقت اللي بتاخده. انتوا ايه رأيكم في الكلام ده؟ ومع ان الام تحاول تطور من نفسها واحدة واحدة، ولا تربي ولادها وتوصلهم لسن معين كده هم قادرين خلاص ان هم يعتمدوا على نفسهم، وبعد كده هي تحاول تطور من نفسها بقى خلاص اللي تلحقوا. وانتوا بتبقوا مضغوطين وبتفكروا في كذا حاجة كده في اليوم عشان تعملوها، ولا لا بتعيشوا خلاص اليوم مدام في طفل ومتطلباته لازم تتعمل دلوقتي بتتعيشوا وبتتأقلموا؟ عشان انا التفكير بيبقى هيجنني، انا شخص بيفكر كتير قوي قوي قوي. هستنى ارائكم في الكومنتات، وقولولي حابين نتكلم في مواضيع ايه، ونغير اصلا التوبيك ده ولا نكمل فيه. انا مبسوطة قوي قوي بتفاعلكم، ومبسوطة قوي قوي اني معاكم هنا. Free Mind Channel ان شاء الله هتكبر اكتر واكتر.